لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 494 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بمبسط رزامندي رب العالمين وهي وادان أزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بالأخوة شوستان وكلواني رابردوش كما قال خزمة دوات بيروزة دابون لدواي أويك رب العالمين باسي لوكرك لدواي التوراة وإنجيل خيجة ورقرآن بيروزي لبو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لبو أمتي إسلام روانكر أو قرآنك فيست حكمي بي بكري إتر أواني كرفزي حكم قرآن بيروز دكانوا مقابل كيتسيان دوي أفحكم الجاهلية يبغون حكمي زمان نفاميتيان دوي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شيء الله باشترى سبحانه وتعالى كحكم بكاو دستور بنيري لو كساني كوا يقينيان هي زهليان هي علمي يقينيان هي شيء الله سبحانه وتعالى شارزاترا وتساكترا لو كوا حكم بكا لبو كساني كوا يقينيان هي. ولو جوكو زانا دفرمون وقدم سبحانه المفعول أفحكم الجاهلية يبغون كواتنا فرمي أيبغون حكم الجاهلية بلكو يكسر فرمي أفحكم الجاهلية مفعول كيف بيش يخستيا لإفادة التخصيص تاوكو بابلين تايبد مندي بديار بيخي المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب كواتا براستي لبو أويك والتأكيد إنكار سرسرمان كيف كاتن من أحوال أولئك اليهود راستي زيقاه سرسرمانة بالتايبتي كسياق آيات كان لباس باس يزولك وبقشتيج العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بالتايبتي أهل كتاب زور سيرة لكتاب إخوة لا بدنوا داوي حكم جاهليات بكن إذ أن التولي عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم آخر منكر عجيب كواتا پشتێکردن لحكم پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كوا حكم بشريعة إخوة دكا لخودي خوي شتيش عجيب وغريبة وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب كواتا لخودي خوي كاتك وكسك پشت لا حكم پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم جيغا سر سرمانة كوا برو بختوري دنيا وقيامت بانگ دكا كواتا اوي كوا حكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم رفض دكاتهم موقفكي غريبة بلام لوش عجيب ترو قبيح ترو ناشرين تر نكر اوي رفض دكاتهم بلكو دتي داوي حكم جاهلية دكا. والمراد بالجاهلية ما بس ليرا أفحكم الجاهلية يبغون الملة الجاهلية واتأو دينيك وعلى سر جاهلية النفاميتي دا مزرا التي هي متابعة الهوى كواتا غير حكم الله سبحانه وتعالى حكم جاهلية حكم جاهلية سرس أساسك دا مزرا متابعة الهوى بدواي هوا وآرزو دا دروا. والمداهنة في الأحكام وهروها حكم جاهلية أويكوا مداهنة بكي لأحكام كانوا واتراستو دروز النبي بلكو مداهنة تدابكي واتا بناو بيتش تدابكي فيكون ذلك توبيخا لليهود واتا بيشامو كسيك سرزانش كردين زولك كان بأنهم مع كونهم أهل كتاب لقال أوشكوا أهل كتابا أو ذا يبغون حكم الملة الجاهلية أو ذا بدوا حكم ملة جاهلية دادرون وعدم الأخذ بشريعة المساواة
آمادنين پابند بن بو شريعتي كشريعي مساواة لبو همان وكويكا فيكون ذلك أيضا تعييرا لهم لاقتداء بأهل الجاهلية كواتا وكو عيب دار كردني أهل كتابة كدانو اقتداء ملة جاهلية مشركة كان بكن آلوسي دلي فقد روي أن بني النضير لما تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة قتيل وقعت بينه وبين بني قريظة كواتا دلي لو حادثة كالنوان بني قريظة وبني نضير رويدا كاتك ونفرتشان ليك وجرابو طلب بعضهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل داوان لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم بوشي حكم لنيام بكا وكل جاهليتك وكو يقلودو طائفة استغلال طائفة مقابل ذكر كوا أولوي به استربو تيانبا وكو زمان جاهلية حكم بكي لنيوان مان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى سواء أويك كجراون وكو يكن هل يقلوان بنا حق كجدا بيست مقابلكي بكجريتو طلب بنو النذر وتيان نحن لا نرضى بحكمك إما آمادنين بابن بن بحكمته فنزلت هذه الآية الأواتة دابزي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إنكار منه سبحانه لأن يكون هناك حكم أحسن من حكمه أو مساوي له كواتب إنكارك لله رب العالمين كوا حكمك هبي باشتر لحكم إخوة يان مساوي بلقى الحكم إخوة إنكار تشتوانية أو خوايك خلقي كردية أو خوايك ملكي أو هيت كسيك زاناترنية لو خوايك وحكمك وكو حكم إخوة ياخذ باشتر لحكم إخوة دربك والعياذ بالله فاشان دفرمي أي لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى هيت كسيك حكمي لحكم إخوة باشترنية بلام لايتشي عند قوم يوقنون بصحة ديني بلام كسيك أو ميزان حقته دزانيتا كوا يقينيان هي كدين خوا راست درسته ويذعنون لتكاليف شريعته أو كساني كوا ملكة لبو تكليف شريعتك إخوا ويقرون بوحدانيته وهروا اعتراف يكتاب برستيخوا دكن وهروا اتباع پیغمبران دكن أواننا كوا أهلي يقينا أوانن كوا أهل يقين أوان قدر قيمتي حكم إخوة دزانن أوان دزانت مصلحتك لبابن بون بحكم إخوة أهل يقين أواني كوا أهل جهل نين أهل أهواء وآرزونين أواني كوا علمي وان هي كوا عملي بدوا داده هيت شكو قماني تيدان ما فاللام في قول لقوم بمعنى عند كواتا وكذا فرمي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن دفرمي لامك بمعنى عنده ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن أي عند قوم يوقنون وهي متعلقة بأحسن أي لقوم يوقنون بحكمه وأنه أعدل الأحكام أواني كوا يقين يعني هي براست دروستي حكمي إخوة كوا عدالة رين حكمة سبحانه وتعالى وخص سبحانه الموقنين بالذكر ده بس ده فرمي شيء لأخوة باشترى حكمك بكا لبو كسانك كوا يقين يعني لبرتس أهل يقين أو حقتي دزانا لأنهم هم الذين يحسنون التدبر أهل يقين كوا دزانا تدبر بكانوا تيبغن فيما شرعه الله من أحكام أوانا تيدغن لو شريعتي خواك داينا وينتفعون بما اشتملت عليه من عدل ومساواة وهل سود دبينا لو عدالة لو مساواتك ولا شريعة خواه أهل يقين كواشكو قمانيا نية بهيت شويك زاوكو ابن كثير رحمة خواه لي بدرباري أو بابتا ضل يذكر تعالى على من خرج عن حكم الله خواه يقول باز لو كسان دكا كواد درسوين لحكم رب العالمين أواني كوا بجد لحكم إخوة كان سبحانه وتعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر أواني كوا بجد لحكم إخوة كان أو حكمي كوا برو همو خيرك الدبا ريقري لهبو شر يقدك أواني بجد لو خيري دكان لو حكمي دكان وعدل عنه إلى ما سوى لبران بردا رويلا سوا دين خواي جورا كرديا روي لزجل دين خواي جورا كرديا كبريتي لآراء وأهواء وهواء وآرز وكان بلا مستند من شريعة الله كاتك وبشت لحكم خواي كرديا بلام روي لمنهج كرديا كهموي آراء وأهواء وآرز وكان ببيع وكواهيت بلقيت شيء بلا شريعة خوا
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات. كواتر پشتی لە حکمی خوا کردێ بەڵام ڕووی لە منهەجێک لە هەمووی ئەهوا و ئارەزووە وەکو کە ئەهلی جاهلیەت بە ئەهوا و ئارەزوو بە گومڕاییەکەی خۆیاندا حکمیان دەکرد. مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم أو حكمي كوا غير حكمي خوا كاتي بالرأي خوان دايدن بهوا وآرزو خوان دادن أو زاوكدن وكما يحكم به التتار هل وكو التتريكان حكما في ذكر بوه الدستور كهابو من السياسات الملكية المأخوذة عن الملكية المأخوذة عن ملكهم جنگيز خان كواتا تتاركان حکمیان بە دەستورێک دەکرد ئەو دەستورە مەلەچیە لە بۆیان مابووە لە مەلیکەکەی خۆیان جەنگیز خان کەوا قانونێکی لێیان دانابوو ناوی لێناب الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام كواتا ياسق تبو كوا جنگيز خان دايناب لە بۆ تەتەریەکان و ئیتر ئەوان ئیشیان پێ دەکرد کتابێک بوو بریتی لە کۆمەڵێک ئەحکام قد اقتبسها من شرائع شتى سبحان الله. ياسق ئەو دەستورە بوو کەوا جەنگیز خان داینابوو لە بۆ تەتەریەکان کەوا بریتی لە کۆمەڵێک لەو ئەحکامانەی اقتبسها من شرائع شتى ئەو ئەحکامانەی کەوا لە چەندین شەریعەت کۆ کردبووە واتە هەم لە تەورات و هەم لە ئینجیل لە چەندین شەریعەت لەگەڵ قورئانیش هەمووی کۆ کردبووە تێکەڵی یەک کردبوو فصارت في بنيه شرعا متبعا لە دوای ئەو لە بابرێن لەنەوەی جەنگیز خان هەر ئەو دەستوری جەنگیز خان کەوا لە چەندین مەزدەر کۆی کردبووە ئەوان کردبیانە شەریعەتەشی متبع يقدمونه على الحكم بكتاب الله بەپێش حکمکردن بە کتابی خوای گەورەیان دانابوو کەواتە یاسق ئەو شەریعەتە بوو ئەو دەستورە بوو کەوا جەنگیز خان داینابوو کە لە چەندین مەسادر کۆی کردبووە ئیتر ئەوانیش حکمیان بەو یاسقە دەکرد و پشتیان لە قورئانی پیرۆ سونەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم طبعا لەگەڵ ئەوەش کەوا قورئانیشی تێدا بوو غەیری قورئانیش تێدا بوو لە تەورات و ئینجیل و شتی تر فمن فعل ذلك منهم هەر کەسێک وا بکە واتە پشت لە حکمی خوا بکە ڕوو لە غەیری حکمی خوا بکە ئەگەر یاسقەکەی جەنگیز خانیش بی فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله كواتا أو كسا حكمي كفر أو يبج لديني خوابك لحكمي خوابك أو لقرآنك فناب بالا بحكمش كغير حكمي خواب وكو أو كابن كثير دراسين كوارويا لا ياسقكي جنگيز خان كربو دل هر كسا جوابك فهو كافر يجب قتاله فيستا أجر مسلمانان كيانو دا صلاة يعني فيستا قتال شي لقلب كان حتى وكو دقريتو سر حكمي خواه حكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير كوا أصل مسلمان بقريتو سر قرآن وسنة لكم زور نقريتو سر غير قرآن وسنة أزوك دفن أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أعدل من الله في حكمه شي لخوا عادل ترى لحكمكي لمن عقل عن الله شرعه أو كواتيب قال شريعة إخوائي قوله وآمن به وأيقن إيمان بيبني ويقيني شبيه بي وعلم أنه سبحانه أحكم الحاكمين لكات إذا كبزاني رب العالمين أحكم الحاكمين واتلها مو حاكمك حكيم ترى وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها أو الله سبحانه وتعالى كوا ببزي ترى لبو بندكاني لبزي داك لبو من دالكاني فإنه تعالى هو العالم بكل شيء أو ذاتك وآقادار بها مشتك والقادر على كل شيء بتوانا رسلها مشتك والعادل في كل شيء عدالته لها مشتك لا حديث إذا كإمام بخاري رواتك ابن عباس خواهي يقول لخوي باب رازي بدجير تفرمي بيان صلى الله عليه وسلم فرمي أبغض الناس إلى الله ثلاثة سيكس هنا لحمك سيك ذات الخواهي والرقي ليان دبيتو يكميان ملحد في الحرم وتكسك جناهي قولبك لحرم مكي ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهل كسك لناو إسلام دا وكو مسلمانك أو زداوي سنتش جاهلية بكاتن بوشوي اللي كان دايتو عندك يكون له الحق عند شخص فيطلب من غير حق لا شخصك يا بس إلى غيري أو داوي أو حقيبك ممن لا يكون له فيه مشارك كوالدي أو ولدي أو قريبه حق لا كسك يا بس إلى بابي لا براي لا خزمة شي داوي بكاتن أو السنة جاهليته وهندش لزاند المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية
کەواتە لە ناو ئیسلامەتی پێی خۆشە سیرەتی جاهیلیەتیش هەر هەبی، قوانینی جاهیلیەت هەبی، ئەو ئیشاعەتیها وەتەنفیذیها پێی خۆشە قوانینی جاهیلی لە ناو مسلمانان بڵاو بکاتەوە، جێبەجێش بکە. ئەو جا دەفەرمی سنەتی جاهیلیەت چیە؟ دەڵێ ئەوە ئیسم و جینسە يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه، كواتە هەموو ئەو هەڵس و کەوت و قانون و دەستورانەی کەوا ئەهلی جاهلیەتکاریان پێ دەکرد ئەوە پێی وترێ سنەت الجاهلیە. ئیتر یەک لەو کەسان کە خوای گەورە زۆر ڕقی لێ دەبیتەوە لە ناو ئیسلامەتی کەسێک بێ سنەتی جاهلیەت بێتەوە جێبەجێ بکاتن، و هەروە کەسی سێم ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، واتە مطلب دم امرئ بغير حق، واتە بەدوای ئەوە بی کەوا خوێنی کەسێک بڕێژی بەبێ حق، المراد من يبالغ في الطلب، کەواتە بەنا حق بچیتن خوێنی یەکێک یاخود ئیرادەی ئەوەی هەبی، ویستی ئەوەی هەبی خوێنی یەکێک بڕێژی بەنا حق، واتە مجرد ئیرادەکەی شتێکی زۆر بغزێندراوە لای خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا ئیرادەیەکی ئەوە بکە کەوا کەسێک بەنا حق بکوژی، چ جای ئەوەی بەنا حق بیکوژی، ئیتر خوا پەنامان بدە. بە هەر حاڵ خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا بەو شێوەیە دەفەرمی کەوا غەیری حکمی ئەڵڵا سوبحانەهو وتەعالا جاهلیەتە، جێگای سەرسوڕمان و تەعەجوبیشە کەسانێک بێن داوای حکمی جاهلیەت بکەن لە کاتێکدا باشترین حکم کەوا لە بۆ بەشەریەتدان دەڵێن حکمی خوا سوبحانەهو وتەعالا، بەڵام چێ ئەو حەقەتە دەزانێ؟ ئەو کەسانی کەوا یەقینیان هەیە، علمێکی ڕاست دروستیان هەیە، ئەهلی ئەهوا و ئارەزوونین، لە خوای گەورە دەپاڕین لەو کەسانە بین کەوا ئەهلی علم و یەقین بین، تاوەکو فعلا جوانی و ڕاست و دروستی حکمی خوا ببینین و هەوڵ بدەین لەسەر خۆمان دەور و بەرمان جێبەجێ بکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.